الو وين تو انت؟ انا بالك اسمعني السلام عليكم. اما محاجله خليناها والله انا في تغش كل واحد يقدر روحه تغش تغش ما تقولش كلام هذا لا اليوم نقول لا ما قلناش نتصوروا معناها بصراحه هذه يعملوا ربي انا كل شيء جاوز بعد محاضرة بالله ولا الدكتور جاء الدكتور هاي هاي مرحبا بك وين هاي فضل وين فضل حل باب شوي حل الصوت شوي حل الصوت شوي هاي تفضل هاي سيمون هاي
بيحاول الناس بيحاول الناس انا زعلت اهلا مسوي اهلا سالم الشهيد السلام عليكم الحمد لله الحمد لله اي شو محمد وعدوها مناعات الاستعمار ما وقع حتى شيء بلادنا نحبوها بالتنميه ونحن رانا معاك ان شاء الله اي شو ما اسمع انا معك وقلت واحد منكم وفيكم عاداتنا وتقاليدنا حتى الأربعين عام وقبل فيها بلاش غربة في العالم كله ما أثرش عليها حضارات أخرى على ما أنا عليه اليوم. طبعا شو يقول القائل يقول القائل أنا مش دخلني بالسياسة، أنا شخصيا مصالحي موزعة في العالم وتخطط السياسة لا لشيء إلا لتنفيذ برنامج اقتصادي. لما نشوف الوضع اللي فيه تونس اليوم والمواصلات لتونس وبعد الثورة تكون الميزانية قبل الثورة كانت 18 مليار. 2010 ميزانية تونس كان 18 مليار. صارت الثورة، الشعب عمل ثورة ليش؟ عمل ثورة لكرامته، لحريته، لتنقله، لتعليمه، لطبه، للمعيشة، وإثر وخرج بصوت واحد وانطلقت الثورة من هذه الأرض الطاهرة. ومن وقتها لليوم صحيح الميزانية زادت من 18 مليار تحولت إلى 29 مليار، معناها زادت 11 مليار الميزانية بتاعت تونس. الحمد لله يا رب العالمين. بس ما زادتش للناس اللي عملت الثورة، ما زادتش للعمال، ما زادتش للخدامة، ما زادتش للفقير، ما زادتش للناضل. بس صارت هذه الثورة زادت 11 مليار لمصاريف لمسكين الدولة من 14 جانفي حتى اليوم، وهذا واقع والصحيح وبالأرقام. استهلاك الليسانس نتاع الإدارات اليوم إدارة من الوزارة ومستشارين وثلاثة رؤساء، الليسانس بس 50,000 إيترا إيسانس، ويحبوا ينحوا في الشر. نعم، ويحبوا ينحوا التعويض. على ما مش نحى التعويض، لما نحى عليك التعويض لتاخذ 50,000 إيترا. معناها 11 مليار هذيك حقها كانت تشد للناس اللي عملت الثورة، كانت حياتهم تكون أحسن. شنو اليوم واحد باش تبنى عنده كهرباء معناها كأنها حاجة معجزة؟ هو هذا حاجة واقع. أو باش يكون مثلا عايش لاباس عليه في داره وياخذ الشهر الإجازة في الشهر في العام حاجة عادية. علاش ال 11 مليار هذول في عوض يمشوا لعدة معناها وزراء؟ علاش ما توزعوش للشعب؟ علاش مش للشعب اللي خرج؟ أنا باش أتكلم بلغة الأرقام، لأن ثم واقع عاشتها البلاد اليوم، أن البلاد وصلت اليوم أصبحت عاجزة اقتصاديا، عاجزة اقتصاديا. البطالة اللي خرجت منها الثورة حبيناها باش تنقص زادت. من استفاد من الثورة هم اللي دخلوا على نعش البوعزيزي، اللي دخلوا على نعش البوعزيزي هم اللي استفادوا منها الثورة، بس اللي عملوها ما استفادوش منها.
ما استفادوش منها. خاطر اذا كان جو استفادوا منها في العامين هذه، الارض الفلاحيه اللي هي هذه بمئات الكيلومترات وبالاف الهكتارات، كانت هذه تعطي الاكتفاء الذاتي لتونس. تونس اليوم تستورد في الفرينه، تونس اليوم تستورد في الحليب، تونس اليوم تستورد في الغنم. علاش ما نخدموش اراضينا؟ علاش ما نخدموش فلاحتنا؟ وعلاش الاراضي ناجروها لناس ماهيش توانسه ونأجروا له بالالافات الهكتارات؟ شخص واحد تبي عاطينه ب1000 هكتار. شنو استفاد المواطن التونسي من هذه الثوره؟ ما استفادوا منها الا اللي هم دخلوا على نعش البوزيزي بعد فهمتنا 14 جانفي. يقول القائل هذا شنو احنا باش نعملوه اليوم؟ شنو احنا كحزب هذايا شنو اللي باش نفيدوا به المواطن؟ احنا مشكلتنا مش مشكله حكم ولا مشكله سلطه، واللي يخدم البلاد بصدق نقول له مرحبا به. احنا مشكلتنا هي كرامه المواطن التونسي. معناها كرامه المواطن التونسي، حقه في الحياه، حقه في الطب، حقه في التعليم، حقه في التنقل، يكون محترم. انا من جاي؟ انا من هذه الارض ومن جنوبها، ولازم كل مواطن تونسي يكون افضل مني. ليش؟ لازم نقوي التعليم، لازم نفتحوا التعليم والتعليم الصحيح، والتعليم الصحيح. اليوم الوضع اللي في البلاد مش باش نخرجها منها الا الاقتصاد، والاقتصاد الصحيح. عرفنا احنا مشاريع الدوله، مشاريع بتعم بال24 ولايه اللي هي وسيله النقل، القطارات لكل ولايه، بدون ما الدوله ما تستثمر. هذا استثمار خاص يسموه BOT بيل اوبيري ترانسفير. تقعد تعمل 3 سوايع من تونس حتى البير الحفريه ولا سيدي بوزيد، تولي تونس العاصمه حتى سيدي بوزيد ساعه ونص، والانسان يكون امن على حياته. وهذا المشروع وحده يخدم له على الاقل 200 الى 250 الف موطن شغل. الاقلام فهمتي الفلاحي اللي هو الاساس الحياه، الاكتفاء الذاتي. هذه الاراضي الشاسعه علاش ما تكونش فيها معدات قويه مثل ما موجوده في امريكا، مثل ما موجوده في اوروبا؟ شنو الفرق؟ التونسي يعرف يخدم، التونسي يعرف يفكر، التونسي يعرف يعيش، التونسي يعرف حمايه ارضه، بس اعطوه الامكانيات. ما تبصوليش دمه، ما تبصوليش الدم تاعه. وقفوا معاه مش بالفوائد. شنو هي الفائده؟ احنا وقت يجي وقلنا فهمتوا حساب معناها تخاف الله، الحزب اللي يخاف الله فما قاعده في الاسلام هي اساسيه، هي الزكاه. ليش ما تحلتش بنك الزكاه؟ علاش مش لليوم توا ما تعملش بنك الزكاه؟ بنك الزكاه كل من عنده شيء صبه في البنك الزكاه، والبنك الزكاه هذا هو اللي يتوجه للفقراء ويتوجه للمشاريع الصغيره ويتوجه لتمويل المشاريع، وهو ركن من ركن الاسلام الصحيح. هو ركن من ركن الاسلام الصحيح. بنك الزكاه تتعمل البنك يتعمل فيه زكاه تيجي للمشاريع الصغيره، مشاريع تربيه الماشيه، مشاريع تربيه الدواجن، مشاريع تربيه الارانب. هذه كلها شنية؟ هذا تدخل في الاكتفاء الذاتي للدوله باش ما تستوردش، وتدخل باش تدخل بدون فائده على الفلاح، لان من الصندوق الزكاه ما فماش فائده، فما بس المصاريف اللي هي بدقه ما تتكلف على مسك اداره الصندوق. والفلاح والمواطن والشاب الصغير وقت باش ياخذ القرض لازم ياخذه بدون فوائد، تدخل معاه في المخاطره، وهذه تكسر بها اساس الفقر وتكسر بها احتياجات. والتونسي ما يسمعش يمد يده، مش يحب يعلمونا سياسه الفقر ومدان اليد. لا، ما نمدوش ايدينا، رؤوسنا مرفوعه مهما كانت الاسباب. انا جايني اليوم انا فرحان اللي جاي بحذاكم، وكل واحد من عندهم توا جمعتين لا ما تمشيش، لا رد بالك، لا ما نعرف شنو باش يجرى لك، رمشي درك. قلت لهم اهلي وماليه ولا نمشي انا واحد مني وفيهم.
احنا باش نبدو بشيء، وان شاء الله قدام الله سبحانه وتعالى مش لغه فارغه، لغه يا ربي يشهد عليها، بننطلقوا بحاجه، بننطلقوا بشيء صغير، هو باش نبدو بكوبيراتيف هنا فهمتي لانتاج الحليب، فهمتي مجمع لانتاج الحليب اللي باش نخرجوا منه جبنه الماعز اللي هي معناها داخله في فرنسا ربع ميزانيه تونس. ربع ميزانيه تونس بس في تنبيت الماعز. قل في انتاج البطاطا تونس استوردت 36,000 طن نستوردوا فيه من البطاطا، هذه اراضي الشاسعه ما تجيبش البطاطا هذه، علاش نستوردوا في البطاطا؟ علاش نستوردوا فيها؟ نستوردوا 36,000 طن، البطاطا اغلى في تونس من كندا، اغلى من تونس من فرنسا، اغلى المواطن التونسي كي يشري كيلو البطاطا يدفع 3 مرات قد ما يدفع في كندا، يدفع 4 مرات قد ما يدفع في السعوديه. عليه ارض خصبه مهمله هيك عليها، او يجي واحد من اللي يدعو عليه من يجي يعطوه ب 200 هكتار وب 300 هكتار ومره يمشي فهمت يتنظم بين اللي في مناطق اخرى، والانسان يبقى ديما يقدح فهمت يقدح من صباح لليل ويخدم ومش لاقي باش يقري ذريته، هل معقول هذا؟ هل يجوز هذا؟ للعمل لبناء تونس، لبناء تونس الجديده، تونس الثوره، تونس اعماق هذه الجهات اللي هي اجدادنا وابائنا كلها ماتوا في سبيل تحرير هذه الارض. ونحن نقول لكم بكل صراحه راي بوزيد وقشرين وقفصه وخاصه الناس اللي عملوا الثوره 17 ديسمبر والثوره كذلك ضد الاستعمار، راهو ما فما حتى حكومه تنجم تحكم البلاد هذه وراهي تتكسر على صخور هذه المناطق اذا كان ما خدتش حقها في التنميه، ما خدتش حقها في تقرير مصيرها، ما خدتش حقها في السلطه والتقرير وفي التنميه المحليه والجهويه. نحن في حركه توسي حركه اقتصاديه بحته، حركه حاسه بمصاعب الحياه في هذه الربوع وفي تونس، وان المشكله ما هياش مشكله سياسيه ولا هي مشكله ايديولوجيه، ولكن المشكله في تونس هي مشكله تنمويه، هي مشكله تشغيل، هي مشكله تهميش بعض المناطق من اكثر من 50 سنه. نحن ابناء هذا الوطن وفي حركه توسي وهي خيمه كل التونسيين اللي باش يبنوا تونس على قاعده العداله الجماعيه، على المواطنه، على التنميه، كذلك على نفس المنوال في جميع الولايات الجمهوريه. انا حبيت نقول انه سيدي بوزيد راي صحيح ابنائها شرفاء وابائهم شرفاء وناس يقدروا وناس يعرفوا الواجب، لكن راهو مستحيل يفرطوا في حقوقهم ويفرطوا في تنميتهم ويفرطوا في معيشه ابنائهم. وراك علاش حركه توسي باش تتبنى كل حركه من اي ولايه في هذا الاتجاه. نحن في الحقيقه حبينا نحكوا شويه على الميزانيه، واعتقد سي محمد عياشي عجرودي معناها فكره كيفاش الترفيع في الميزانيه، وكان على حساب الزوالي وعلى حساب المواطن الفقير، ويحكوا على انه صندوق الدعم نتاع الخبز هذيك اللي نحن كل الناس الكل نشروا فيها بنفس السوق، يشري فيها الريستورون بنفس السوق، يشري فيها النزل بنفس السوق. لكن السكر نشروا فيه مدعم بنفس السوق، نشروا نحن زواونا الفقراء يشريه المعمل مثلا نتاع المشروبات الغازيه يشريها بنفس السوق واللي عنده ارباح. نفس الشيء الطاقه والبنزين اللي نحن نزيدوا فيه علينا على المواطن، نفس الشيء بنفس السوق اللي يشروا به هو يشروا به الشركات نتاع الطاقه اللي هي تصور الملايين. اذا صندوق الدعم في الحقيقه ما هوش يخدم في الزوالي فقط، وانما كذلك يخدم في الشركات الكبرى وفي الشركات اللي عندها انتاج وارباح. نحن بالنسبه للميزانيه نتاع 2014 نحن في الحقيقه نشوفوها بكون ميزانيه نتاع مزيد من حرمان المواطن التونسي على حساب التهرب الجماعي للشركات الاجنبيه، وكذلك تهميش المنتفع
المستثمر الداخلي على حساب المستثمر الخارجي، وامتيازات كبيرة جدا وخاصة في مجال الاستثمارات أعطوها للبراني وأعطوها للشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية والشركات المحلية. ونحن نعرف أن الاقتصاد نتاع البلاد يتبنى أساسا وهو العمود الفقري على الشبان والشباب والمواطنين اللي يعملوا شركاتهم ويستثمروا في بلادهم. وكان الامتيازات هذه تتعمل لأبناء الوطن والمؤسسات نتاع الوطن والشركات الوطنية سواء كانت عمومية ولا خاصة. من ناحية أخرى بالنسبة للجهة سيدي بوزيد، جهة سيدي بوزيد نحن أخذنا كان وعود على برنامج في مكاسي في المنجم نتاع فوسفات. كنا في بالنا باش نعملوا شركة وطنية، شركة لجهة سيدي بوزيد. أصبح المنجم هو منجم تابع شركة فوسفات قفص، ورغم ما حاربنا عليه وعملنا المستحيل، لكن كانت اللوبيات أقوى من ذلك وألحق بالكومبانية نتاع قفص. ثاني حاجة كان عندنا معمل نتاع اسمنت في الميزون عنده تو من 2012 خلال الموافقة ولكن التعطيلات الإدارية والمالية وغيرها إلى حد الآن ما وقع منه شيء. كيف في بين حفاية عندنا معمل نتاع أدوية من 2012 راوح مكانه وين ما فما شيء في التنفيذ. كيف عندنا 3 مناطق صناعية نتاع ركاب نتاع جلمة ونتاع أم العظام وإلى حد الآن تو ما بداتش الأشغال. فما بعض لمحل فلوس للدراسات، لكن إلى حد الآن ما زال ما بداش عمليا في تنفيذ هذه المناطق الصناعية. إذن مدينة الثورة كانت تحلم في الحقيقة بأحلام الثورة، لكن أصبحت أوهام في الحقيقة، أصبحت أوهام إلى حد الآن. نحن أبناء هذه المنطقة، أبناء جهة سيدي بوزيد والشرفاء، أبناء المناضلين، أبناء اللي سموا فينا قبل كادحي الفلاقة، نحن سنبقوا كذلك فلاقة إلى يوم وغد، وسنطالب بحقنا في الوجود وحقنا في التنمية وحقنا في ثروات هذه البلاد، على ثروات كلها تتعدى على رؤوس نحن الناس فقراء سواء لما تمشي في بقعة تقول العباد هذيك كيفاش عايشة. إذا إخواني الحاضرين، نحن رانا سعداء بلقاكم، ونحن كما كنت تحكوا نحن رانا حركة جديدة، حركة معتدلة، حركة وسطية تكرس الطابع التونسي وتؤمن بقدرات التونسي سواء كانت العملية والفكرية لبناء هذا الوطن. ورغم ما يخدم الوطن كان أبنائه، ما يخدم الجهة كان أبنائها. ونحن شغالين بحول الله بالبرنامج نتاعنا باش يأسس أساسا على الثورة الصناعية والثورة الفلاحية في مقدمة البرنامج نتاعنا. والبرنامج مش نتيجة الوصول إلى السلطة، لا، نحن السلطة إذا كانت بإرادة الشعب فأهلا وسهلا. أما بالنسبة لنا نحبوا نبنوا بلادنا، والمهندسين شوفوا فيه منظومة مهندسين. أنا سي محمد القاسمي هو من أسس المدرسة القومية للمهندسين. سي محمد عياشي عجودي من عنده نظريات وعنده اختراعات كذلك في جميع المجالات اللي هي كل مجال ينجم يكون قطاع وينجم يكون نستثمروا فيه. إذن بالنسبة لآخر حاجة، وأنه لآخر مرة البارح كنا سمعنا أنه وقع مصادقة على المجال الاستثمار، والمجال بتاع الاستثمار هذه في الحقيقة ما هوش وقتها، خاطر نحن توا لازمنا منوال جديد للتنمية. المنوال اللي كنا نتبعوا فيه هو منوال 2010 بتاع النظام السابق، واللي مازال متواصل توا عبر الحكومات المتوالية، وما هواش باش يعطي الإضافة إلى هذه المناطق، خاطر تبنى على أسس غير صحيحة. ولذا نحن في العراق التونسي نتبنوا منوال جديد للتنمية، ونتبنوا كذلك تطوير وأفكار جديدة للاقتصاد.